النهارده هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة تقدري تعتمديها في كل أكلاتك. هنعمل مع بعض فطاير من دول لحوم ونص ربط الجلاش، بس هتطلعي الجمال دوت. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسيش بقى اللايك يا قمر انت وهي، وكمان كومنتي حلو زيك تشجعيني بيه. هنا بقى معايا ربط الجلاش، بس جايباها من عند الفطاطري. لما بتجيبيها من عند الفطاطري بتبقى طازة، بيها من السوبر ماركت ما بتبقاش طازة، وكمان ما بتبقاش نص كيلو بالظبط. انا هستخدم نصها والنص التاني هشيله. هنا بقى الحشوه معايا طماطم بس شايله قلبها وفلفل، ومعايا جبنه رومي ومعايا جبنه بيضه. دي الحشوه بتاعتنا الاساسيه. بس انا كنت عامله شاورما وعيالي قالوا لي نعمل قطعتين بالشاورما. يعني مش شرط ان انت تعمليها باللحوم، زي ما انا ما قلت لكم هنعملها من غير لحوم. تقدري تعمليها باي نكهه انت حباها، ممكن تقدري تعمليها بالصدق باللحمه، تقدري تعمليها بالشاورما زي ما انا مثلا ما هعمل قطعتين بالشاورما، تقدري تعمليها بالجبن بس. ممكن برضو تقدري تعمليها بالبيض واللانشون. يعني اي حشوه انت حباها تقدري انت تعمليها. هنا بقى اخدت 3 حتت من الجلاش عشان تبقى سميكه وما تتهريش مني. واللهم صل على النبي، نزلت بحبه من الشاورما. بس طبعا هتدهني الجلاش الاول سمنه، ودي اهم حاجه عشان يستوي معاكي كويس. احنا هنسويه على البوتاجاز من فوق، مش هندخله الفرن. طبعا لو عايزه تبدلي السمنه بزبده هينفع، يعني اي حسب المتوفر عندك. بس انا حبيت ان انا ادهنه بسمنه. بس طبعا هسويه بالزبده عشان يبقى خفيف وكده. هنا في الاول كنت حاطه طبقتين، لقيتهم اللي هم خفاف، رحت حاطه الطبقه الثالثه. حطي انت بقى الطبقه الثالثه من اولها عشان ايه؟ يعني يبقى سميك معاكي وتقلبيه بكل سهوله وما يفكش منك. هنا حبيت اعمله على شكل ظرف، بس كان حلو قوي وخفيف. تقدري تعتمديه في كل اكلاتك، سواء في فطار او في غدا او في عشاء. كمان لو حبيتي مثلا بالليل متاخر انت تعمليه، مش هياخد منك 5 دقايق. بجد حلو قوي وخفيف، زي ما قلتلك في اي حشوه انت حباها. انا اسفه على صوتي اذا كان تعبان شويه او مرهق، بس انا الصراحه الحقيقه متضايقه، عندي جوزي تعبان وكده وتعبان قوي. عايزاكم امان عليكم تدعوا لي كتير قوي قوي في الكومنتات، اللي ربنا يا رب يعني يشفيه ويطلعه من المحنه اللي هو فيها بالسلامه. امان عليكم. يعني انا مش عايزاكم بقى تدوسوا لايك، مش عايزاكم بقى اللي انتوا تكتبوا لي تسلم ايديكي، عايزاكم تدعوا لجوزي اللي ربنا يقومه لي بالسلامه. امان عليكم، يعني بجد بجد ربنا يفرح كل شخص. طبعا ممكن ربنا سبحان الله تبقى ابواب السما مفتوحه ويقبل منكم دعاكم وكده. تعالوا بقى اقول لكم بقى على ايه بقيت الطريقه. انا اسفه ان انا اتكلمت معاكم كتير او بشارككم همي وكده. هنا بقى دوت تاني ظرف عملناه، بس عملناه بالجبنه. طبعا اول حاجه طبعا دهنت الجلاش سمنه، وبعد كده رحت حشيه جبنه بيضه. سواء بقى اي جبنه بيضه عندك متوفره، اسطنبولي، براميل، او جبنه العلب، يعني سواء اي جبنه عندك متوفره هتنفع. وبعد كده حطيت طماطم وفلفل، وحطيت كمان رشه من الجبنه الرومي، ورحت رفه الظرف. انا طبعا لفيته على شكل مربع او على شكل ظرف، المهم اللي هو يبقى شكل حلو اللي هو يعجب الاولاد عشان الام تشجعوا اللي هم ياكلوا منه. طبعا تقدري مثلا تلفيه على شكل رول او صوابع، يعني الشكل دوت حسب ما انتي محبه. هنا بقى ديت تالت واحده هعملها. طبعا رابع واحده انا هعملها مع نفسي، هعملها برضو بالجبنه. عملت 2 بالجبنه و2 بالشاورما. كان على قد الحشوات اللي انا مجهزاها، زي ما قلت لكم دي كانت بواقي التلاجة عندي. يعني ما كنتش عامله حسابي ان انا هعمل الصراحه الوصفه ديت. يعني عيالي طلبوها مني وما حبيتش ان انا ايه ازعلهم، وعملتها لهم على طول. ما حبيتش بقى اطول عليكم الموضوع، وعملت رابع واحده مع نفسي. جبت بقى الصينيه حطيتها على النار. طبعا لو انتي حابه تدخليه الفرن هينفع. حطيت معلقتين من الزبده كبار، مجرد ما ساحوا ابتديت ان انا انزل بالجلاش. تقدري بقى صينيه عندك، طاسه، يعني حسب ايه المتوفر عندك. انا حبيت استخدم الصينيه عشان هي تاخد كميه اكبر. طبعا لو الطاسه هتاخد واحده واحده او حتى 2. هنا يعني الكميه نجزت معايا. بس اهم حاجه اللي انت هتسويه من فوق هتسويه على نار هاديه. هتسويه بقى من دون حليب يا دوب، بس هتشوحيه على النار على نار هاديه. طبعا الحاجه اللي جواه مستويه مش نيه. هنسويه على نار هاديه عشان يطلع باللون الجميل دوت وما يتحرقش مننا. طبعا هو من كل ناحيه بياخد يا دوب بس دقيقتين 3، مش اكتر من كده. طبعا هتبقى النار هاديه وانت هتبقي واقفه جنبه، ما تسيبوش عشان ما يتحرقش. هو يا دوب ما بياخدش اصلا اي وقت، ومش هيبقى شارب سمنه، وهيبقى مقرمش، وهيبقى من جوه طري جدا ومستوي. طبعا لو انت حابه تدخليه الفرن زي ما انا ما قلتلك هينفع، بس ساعتها هتسقيه لبن. هنا بقى هنزل برابع واحده، غمضوا بقى فتحوا وتعالوا نشوف الجمال مع بعض. بجد الكاميرا ظالمه اللون، بجد اللون حلو قوي ومقرمش، وبجد الطعم تحفه. وكمان طري جدا من جوه، وكل الرقات بتاعه الجلاش مستويه حلوه جدا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بجد حلو ومتماسك، كمان مش طري مش مرهرط. لا كمان احلى ما بتدخليه الفرن مليون مره. هنا بقى حبيت اقطعه بالمخرطه. ديت اللهم صل على النبي بالفراخ. شايفين شكل الفراخ من جوه عامله ازاي؟
بجد حاجه جوسي كده وحلوه قوي قوي. لازم بجد تجربوه يا بنات، مش قادره اوصف لكم الطعم. انا بامانه عجبني ابو جبنه قوي، مش قادره اوصف لكم بقى على طعم ابو جبنه. تحفه تحفه تحفه. حاجه كده طريه، بص دايبه يعني في نفسها، دوب كده من جوه. تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوف. شايفين دايبه يعني حاجه كده بجد تحفه. كمان لو كان فيها جبنه موتزاريلا كانت هتبقى احلى. وقت الفطاير سخنه جدا على ايديا وما كنتش عارفه امسكها هنا، كنت بدوق وبوريكم يعني الحته اللي انا قطمتها. مش قادره اوصف لكم على الطعم. يعني انا ولادي عملوا لي يلا يا ماما مش قادرين يا ماما. شايفين حتى ايد ابني ما رضيتش اقطع لكم الحته ديت. يعني عايز يشد الجلاش، عماله اقول له اصبر لغايه لما اصور. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، في رعايه الله.